أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا رامي ربيع. النهاردة أنا واخدكم في مدينة جديدة، في حلقة جديدة، في ولاية جديدة. هنروح إن شاء الله بإذن الله جوه قلب ولاية كنتاكي في مدينة اسمها لويسفيل. مدينة كنتاكي ملهاش علاقة خالص بمطعم كنتاكي اللي احنا عارفينه عندنا في مصر، يعني هو المفروض المطعم اسمه KFC، ملوش علاقة خالص بكنتاكي، بس انا حبيت اصحح الموضوع ده. ولكن احنا هنروح الولاية هناك، هنسأل الناس، هنشوف ايه وجه الربط ما بين مطعم كنتاكي وولاية كنتاكي. اما بالنسبة بقى لمدينة لويسفيل، هي اساسا كلمة فرنسية بتتقال لويسفيل، ولكن اساسا بالانجلش هي بتتقال لويفيل. هي الكلمة اساسا مكتوب فيها حرف اس، اسم المدينة مكتوب فيها حرف اس، فحرف اس ده المفروض اساسا ما بيتنطقش. ما تعرفش بقى الناس دي عندها بركة في الحروف، بيبعتروا الحروف في الكلام، ما تعرفش بيجيبوا الكلام ده منين. مش قصتنا، احنا رايحين المدينة دي هنشوف القصة فيه هناك، هنشوف المدينة دي عبارة عن ايه موجود جوه المدينة، وايه الحاجات المهمة جوه المدينة. ادينا بناخد لفتنا وجولتنا، وما تنسوش لايك سبسكرايب وتابعوني ان شاء الله باذن الله. هنشوف حلقات كتيرة مع بعض، خليكم معايا ومعانا ومعاكم ربنا، ويلا بينا. مدينة لويسفيل هي أكبر مدن ولاية كنتاكي، وتأسست عام 1778 ميلادياً. عدد سكان المدينة 750 ألف نسمة، وسماها الملك الفرنسي لويس السادس عشر. وتم الاستقرار على اسم المدينة عرفانا بجميل فرنسا في مساعدتها للمستعمرات الأمريكية أثناء الحرب والثورة على الحكم البريطاني. وتقع المدينة على حدود إنديانا من قرب نهر أوهايو، وتشتهر المدينة بسباق الخيول ديربي. ترتيب المدينة 30 على الولايات المتحدة الأمريكية. وأول من اكتشف المدينة دي كان جورج روجرد، اكتشفها بمحض الصدفة وهو جاي من رحلة من ناحية ولاية أوهايو. وأشهر أبناء المدينة دي الملاكب المشهور محمد علي كلاي اللي توفى عام 2016 ميلاديا. ولاية كنتاكي تقع في منطقة جنوب الولايات المتحدة، والولاية دي كانت أصلا جزء من ولاية فيرجينيا، وتم فصلها عام 1792 ميلاديا حتى تصبح الولاية رقم 15 على الولايات المتحدة الأمريكية. ومساحة ولاية كنتاكي صغيرة مش كبيرة نسبيا، مساحتها تقريبا 105 ألف كيلومتر مربع، وعدد سكان الولاية 450 مليون نسمة. طيب، مبدئيا انا شايف مدينة لويفيل هي مدينة بسيطة جدا، مدينة صغيرة مش كبيرة، ممكن تلفها كلها في ربع ساعة ونص ساعة. يعني انا مش شايف المدينة ضخمة، يعني انا شايف انها مدينة هادية جدا للمعيشة، يعني مدينة سكنية للعمل فقط. انا اللي اعرفه ان في مدينة لويفيل في مصانع وشركات كتير ومستشفيات كتير، اطباء والمهندسين اللي بيدوروا على عمل في مدينة امريكية. لويفيل مدينة هادية جدا للعمل فقط، يعني ما فيهاش اي حياة صاخبة او اي حياة فيها زحمة زي مدينة نيويورك مثلا، او مدن كتير زرناها قبل كده في الحلقات اللي فاتت. ولكن احنا بنحاول نلقط الحاجات المفيدة والحاجات الجميلة اللي موجودة في مدينة لويفيل. دينا لسه بنتمشى في جولات، بنشوف ايه الاماكن الحلوة وايه الاماكن مش حلوة، ايه الاماكن المفروض تطرح، الاماكن المفروض ما تطرحش. خليكم معايا وتابعوني ودينا مع بعض. درجة حرارة مدينة لويفيل دافئة في الشتاء ومعتدلة في الصيف، ومعدل الجريمة ليس بالبسيط في المدينة دي. المدينة صناعية من الدرجة الأولى، بيتوفر فيها أكتر من 1100 مصنع بإجمالي إنتاج يصل لحوالي 15 بليون دولار سنويا. اتعرفت ولاية كنتاكي بولاية العشب الأزرق، وده عشب بينتشر في مزارع الولاية في مواسم معينة بسبب تربتها الخصبة. وأكتر حاجة مشهورة في المدينة دي هو سباق الخيل ديربي، واللي بيتعمل أول بداية شهر مايو، وبيجذب تقريبا أكتر من 200 ألف متفرج. أسعار السكن مناسبة جدا للجميع، وبالنسبة للدخل يعتبر مناسب جدا لجميع السكان. وأشهر المنتجات اللي بتعملها المدينة المواد الكيميائية والأجهزة الإلكترونية وأدوات السمكرة والسيارات والأجهزة الرياضية.
كمان في حاجة مشهورة جدا في المدينة دي، إنها بتمتلك أكبر دار نشر للكتب للمكفوفين في العالم. إذا حابين تعرفوا أكتر عن الولاية وعن المدينة هسيب لكم مراجع في الديسكريبشن علشان تعرفوا أكتر عن الولاية دي. ولو حابين تعرفوا أكتر عن المدن اللي في أمريكا ياريت تتابعوا الحلقات اللي عملناها قبل كده. مكان للاسترخاء ومكان للهدوء. بصراحة أنا شايف البارك ده جميل جدا وهادي جدا في المدينة دي. استمتاع، أنت بتستمتع في الجو هنا بصراحة. البارك هنا في الداون تاون وسط المدينة نفسها، مساحة كبيرة شاسعة خضراء يعني، أو زي ما تقولوا كده مكان للناس عشان خاطر تستمتع بالجو وتستمتع ريلاكسيشن تايم. مدينة لايفل شايفها مدينة كويسة ومش وحشة، أنا شايفها مدينة معقولة، واللي حابب يزورها اديني اديت لكم زياره، يعني اديت لكم باك جراوند عن المدينه، واديكم عرفتوا عن المدينه حاجات مهمه وحاجات يمكن ما كنتوش تعرفوها قبل كده. اتمنى الحلقه دي تكون عجبتكم النهارده. نهايه حلقتنا النهارده ان شاء الله في مدينه لايفل في ولايه كنتاكي. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده في مكان جديد في ولايه جديده، وان شاء الله باذن الله اشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.